السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنتكلموا فيه على اللائحه الرسميه ديال وليد الركراكي والخيارات اللي تم الخيار ديالها. لكن قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتشاركنا الاراء المحترمه ديالك في التعال. نرجعوا دابا للموضوع ديالنا ونذكروا باللائحه الرسميه للمنتخب الوطني وبالاسماء اللي متواجده فيها. منير حمدي الناريضه تكنوتي اشرف حكيمي نصير مزراوي نايف اجير رومان سايس اشرف داري جواد يميك يحيى عطية الله وعندنا بدر بنون سفيان امرابات عبد الحميد صبيغي سليم املاح عزين بناحي بلال القنوس يحيى جبران حكيم زياش سفيان بوفال امين حريت عبد الصمد زنزولي زكريا ابو قلال الياس شهير يوسف النسيري وليد شديغه وعبد الرزاق حمد الله. ما كتشوفوا هذه هي اللائحه الرسميه اللي كتضم 26 لاعب اللي غتمثل المغرب في نهائيات كاس العالم المقامه بدوله قطر الشقيق. انا كنشوف انها لائحه متوازنه لها ما لها وعليها ما عليها. نعم كاين تحسن من ناحيه القرارات واستقلاليه المدرب في تحديد الخيارات، كما تحسب له بزاف ديال الامتيازات، منها الهدنه والمصالحه اللي قام بها مع مجموعه من اللاعبين من بعد المشاحنات والتشنجات اللي كانت متواجده من قبل في فترة السيد وحيد خليلوزيتش. والجماهير الآن جد سعيدة بخصوص رجوع الروح الوطنية للمنتخب اللي بدات كتبان من مور مقابلتين ديال باراغواي والشيل وعودة كل من حكيم زياش ونصير المزرعي، وبالأخص لم الشمل بين حمد الله وإدارة المنتخب المغربي اللي غيشكل فريق كبير من ناحية الحلول الهجومية، وكنا كنعرفوا النجاح الهجوميه ديالو والفينيش اللي كيمتاز به. بالنسبه لكافه الجمهور المغربي في المجمل كاينين تساؤلات عن عدم تواجد الرحيمي رغم الاداء الممتاز الذي يقدمه في فريقه في الاونه الاخيره، اللي هو اللي كيبان غير العادي للاغلبيه من الجمهور المغربي. وحنا كنعرفوا التنافسيه المتواجده على مستوى الهجوم في المغرب اللي كيضم عدد كبير من اللاعبين الجيدين اللي كيشاركوا في نفس المركز. كنشوفوا ايضا كنلاحظوا ايضا استبعاد اللاعب منير الحدادي اللي تم الاستبعاد ديالو تا هو من القائمه، لكن في المجمل هنالك ايجابيات اكثر من السلبيات. ومن الايجابيات اللي كاينين في اللائحه كيبان لينا باللي وليد الركراكي ركز بالاخص على اللاعبين اللي الفروق ديالهم عندهم تنافسيه كبيره في الدوريات ديالهم باش يستافد من الجاهزيه النفسيه ايضا ديال اللاعبين اللي ما كيغيبش عليهم جانب التنافسي، خصوصا ضغط الممارسه عليهم داخل ارضيه الملعب. فمثلا كنلاحظوا مجموعه من اللاعبين كانوا مشاركين في دوري ابطال اوروبا مثل بونو حارث زياش ونصير مزراوي، وهذا كيضمن الجاهزيه النفسيه للاعبين خصوصا على مستوى البطولات الكبرى. زياده على ذلك الانديه ديالهم تقريبا كلها تنافس على البطولات الدوري او التنافس من اجل مراكز متقدمه لضمان التاهل الى البطولات الاوروبيه، يعني ان مجمل اللاعبين المغاربه اللي تم الاستدعاء ديالهم جاهزين نفسيا وقادرين على تحمل ضغوط المباريات الاوليه لدور المجموعات اللي كتضم كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، وهذا من الناحيه النفسيه للاعبين. اما من ناحيه الاداء اللائحه كتضم تقريبا احسن ما يتوفر عليه المنتخب من لاعبين محترفين او محليين، تقريبا كلهم ناشطين مع الانديه ديالهم ما عدا حكيم زياش وسليم املاح لظروف مبهمه نسبيا من جانب الانديه ديالهم. انا كنظن ان بهذه التشكيله ممكن تحقيق بطاقه الدور الثاني ليس بالسهوله، لكن حظوظ المنتخب اوفر في هذه النسخه، خصوصا اننا كنتوفروا على لاعبين في فتره الاوج العطاء ديالهم. حتى في التصريحات ديال وليد الركراكي كاين تفاؤل من هذا الجهه وعنده الثقه في اللاعبين اللي قام بالاستدعاء ديالهم، واللاعبين ايضا كيثيقوا في المنهج التكتيكي ديال الناخب الوطني. كنتمناو الحظ الاوفر للاسود في المشوار المونديال، وكنتمناو الامور تبقى مستقره خصوصا على مستوى جاهزيه اللاعبين. غادي نخصصوا حلقات غنقوموا بدراسه منحى مباريات المنتخب الوطني وغنطرحوا التشكيلات المحتمله اللي ممكن غير يلعب بها السيد وليد الركراكي ضد كرواتيا. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد وشكرا. إلى هنا ينتهي الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد وترك تعليق إيجابي واقتراح مواضيع للنقاش.